السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الكرام. اليوم غادي نقدم لكم واحد العصير رائع ومنعش ولذيذ وصحي بالعنب والكيوي والبنان. هذا العصير ديال العنب راه سبق ليا، سيبته وضعته في واحد الوصفه، كاين فيديو غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو باش تشوفوها اللي مازال ما شافوهاش. الان بالنسبه لهذه الوصفه غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الكيوي او 6 حبات صغار، عندنا 2 حبات ديال الموز، وتقريبا 75 سنتيلتر ديال العصير ديال العنب اللي سبق ليا حضرته. الان غادي نوضعوا هاد المكونات كامله في الخلاط الكهربائي، من بعد ما نقشر البنان ونقطعوا الكيوي ونمزجوا العناصر كلها جيدا. في هذا العصير هذا ما غاديش نحتاجوا السكر، لانه عندنا هاد الفاكهه كلها حلوه، زائد ان العنب العصير ديالو فيه العسل. غادي نمروا الان لمزج هاد العناصر كلها. هو العصير ديالنا الان جاهز، ما بقى لنا غير نصفيو هذا العصير ديالنا باش نعزلو دوك الحبيبات الصغار اللي تيكونوا في الكيوي ونقدموه بارد. هانتوما كيف ما كتشوفوها هما دوك الحبيبات تعزلوا لينا هنا. الان غنقدموا العصير. هو العصير ديالنا واجد، ما بقى غير نقول لكم بالصحه والراحه جربوا هذا العصير، راه مفيد جدا للصحه. نتمنى هذا العصير ينال الاعجاب ديالكم ولكم تجربوه. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش تابونوا ودابا ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد اعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم.